مساء الخير على كل احبابي واصحابي، واهلا بكم في حلقه جديده مع كوره مع عرب. النهارده طبعا هيبقى مباراه شرسه جدا مع البنك الاهلي، لان الدور الاولاني الاهلي اتهزم من البنك الاهلي 4-3، وكانت مباراه مثيره جدا جدا جدا. الاهلي عمل اداء كويس جدا، والبنك الاهلي عمل اداء كويس جدا. وهنشوف النهارده الاهلي هيعمل ايه بالسكواد. لازم ياخد بطاره. اول مره نخسر من البنك الاهلي، لعبنا 5 لقاءات مع البنك الاهلي. الاهلي كسب مرتين وتعادل مرتين واتهزم في المباراه اللي فاتت في الدور الاولاني. وطبعا الاهلي داخل النهارده حياه او موت، لان 7 نقاط. بيراميدز تعادل مع فاركو الماتش اللي فات 2-2 طبعا، والاهلي فاز المباراه اللي فاتت. فالنهارده لازم الاهلي يكسب، ويكسب الماتش الجاي اللي هو بتاع المقاولين، ويبقى ماتش سموحه. لو تعادل حتى خلاص يبقى نقول الف الف مبروك للنادي الاهلي على حصول الدوري ال 44. يوم الاحد الجاي مباراه الاهلي والمقاولين وبيراميدز وزد. واتمنى بيراميدز زد لعب ماتش امبارح قوي جدا مع في فيوتشر بالمسمى القديم، يعني مودرن سبورت بالمسمى الجديد. لعبوا ماتش جامد امبارح، وزد كسب 3-2 بعد مباراة رومونتادا. زد جاب جون، وبعد كده مودرن سبورت جاب التعادل وجاب الجون التاني، وبعد كده زد جاب الجون التاني التعادل وجاب الفوز في اخر في الدقيقة الأخيرة، وكسبت 3-2. كانت مباراة جميلة جدا والله العظيم، اتفرجت عليها كانت مباراة جميلة وممتعة. واتمنى تعمل مباراة جميلة كمان قدام بيراميدز عشان تأثر علينا المجهود، ونبقى ونفرح مع بعض مع جماهير الاهلي بالفوز على المقاولين ودرع الدوري ال 34. والاهلي في الصدارة المركز الأول ب 72 نقطة من 28 مباراة، والبنك الأهلي 34 نقطة ومن 31 مباراة. والاهلي ان شاء الله النهارده يبقى على قد المسؤوليه ونكمل. ما عادش الا ماتشين 3 يا جماعه، هانت. واللعيبه الاساسيه تستريح زي محمد عبد المنعم عنده اصابه، واللعيبه القديمه اللي تعبانه طول السنه، سنه في سنه في سنه في سنه، ما فيش راحه للعيبه اللي هي اداء كويس مع الاهلي. النهارده المباراه تشكيله النادي الاهلي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، في الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، على اليمين محمد هاني، على الشمال كريم فؤاد، وفي خط الوسط اكرم مروان امام عاشور، وعلى اليمين الشحات، وعلى الشمال رضا سليم. وقدامهم طبعا المهاجم الفلسطيني الجميل اللي فرح كل الاهلاويه وسام ابو علي الهداف الرائع. ضربات ثابته تلاقي على اليمين، تلاقي على الشمال، تلاقي رأسيات، تلاقي ما شاء الله عليه مهاجم متكامل. هو ده اللي كنا بندور عليه بقالنا اكتر من 5 6 سنين او نحصل عليه. وكان كل المهاجمين المصريين مش بنفس الكواليتي. لما بيجي كواليتي من بره بيبقى على مستوى عالي، بيبقى مباراة جميل، بيبقى هداف. هو بنفس الاهداف 14 هدف، ما عايزين النهارده يجيب هاتريك ولا حاجه عشان يفرق بسكور 17 هدف. وكمان اول ما نحصل على الدوري ال 34 الاهلي كمان ياخد يبقى هداف الدوري وسام ابو علي. وكلنا الاهلاويه بيحبوا وسام ابو علي، وانا اولهم بحب وسام ابو علي. واتمنى النهارده الاهلي المصري يقدم مباراه قويه، واتمنى كل واحد يبقى على قد المسؤوليه. رضا سليم بيقدم مباريات جيدة المباريات الأخيرة. بيرستاو بقى خارج احتياج كولر، وقفشة بقى خارج احتياج كولر. ممكن نشوف كلها اسبوعين والدوري يخلص ونشوف مصر الكورة هيستبعد مين. محمد طاهر ممكن يطلع، قفشة ممكن يطلع، محمود متولي ممكن يطلع.
عمر الساعي الاخبار اللي جات لنا، عمر الساعي بيراميدز بيتفاوض مع عمر الساعي والزمالك. طبعا الزمالك خارج الحسابات لانه اصلا ما فيش فلوس مع الزمالك، فبالتالي هو اللي بيراميدز داخل يعلي على الاهلي، ونشوف هيخش ياخد الصفقه. هو احنا بنحب اللعيبه اللي بتحب الاهلي، مش مجرد فلوس. يعني في ناس، في لعيبه كتيره جدا جت الاهلي واتنزلت على مبالغ كبيره جدا، شرف ليها ان هي تلبس التيشيرت الاحمر، نادي البطولات، نادي القرن، نادي الشورى. هيلعب في كاس عالم انديه، كاس السوبر الافريقي، الدوري الافريقي، السوبر المحلي. هيلعب السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك الفتره الجايه. فهيلعب كاس عالم انديه، الاول في الدوري، الاول في كل حاجه. فبالتالي اللي بينتمي للاهلي هو الكسبان، اللي بينتمي للاهلي هو معاه بطولات، معاه شخصيه، معاه روح الفانلة، معاه روح البطوله. مش يعني بيراميدز اهو بقاله 4 5 سنين ولا حاجه، فلوس بتترمى على اللعيبه، فلوس كتيره جدا، بس مفيش انتماء لفريق، مفيش جماهير. فالجماهير الاهلي بتحب الناس اللي بتضحي عشان الاهلي، مش عشان اللي يجي ياخد فلوس ويمشي. اصل احنا ما انتوش موظفين يعني. هي وظيفة وكل حاجة، بس لازم تلعب بقلب. مش هتلعب بقلب بالسلامة، ملناش عايزينك. واتمنى فوز الاهلي النهارده 2-0 او 3-1، ونوصل للنقطة 65، ونقرب للنقطة 68 عشان نحسم الدوري، او 69 على حسب. هنشوف بيراميدز هيعمل ايه مع زد. اتمنى يعني زد يكسب علشان يبقى اخر ماتش المقاولين ونفرح، واللاعيبه القديمه اللي تعبت طول الموسم تريح، ونبدا نشوف الناشئين ونشوف الناس اللي ما بتلعبش، وكولر بقى يشوف هيمشي مين ويقع مين، علشان ان شاء الله الصفقات اللي جايه هتبقى نار. الاجانب، كولر عايز 5 اجانب نار، 5 اجانب نار، لان احنا داخلين على موسم تاريخي. واشوفكم الحلقه، اشوفكم بعد الماتش ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.